السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. تخيل إنك قاعد كده بهدوء، فجأة دماغك يجيب فكرة وسواسية، تحس إن الفكرة دي في اللحظة ديت بتسيطر على كل تفكيرك. اللي هيحصل معاك وقتها إيه؟ هتلاقي إن قلبك بدأ يدق، نفسك بيضيق، تحس إن في ضيق في التنفس يعني، وكل ما تحاول تطرد الفكرة ديت تبص تلاقيها ترجع أقوى. لو انت دورت في السجل بتاعك هتلاقي ان الموقف دوت مش غريب عليك، اكيد مر عليك كتير. والمشكلة ان اللحظة ديت بتكون اكتر لحظة بيستسلم فيها الناس، وبيفتكروا ان كل اللي عملوه في العلاج اصبح ان هو راح هدر. لكن الحقيقة اللي لازم نعرفها ان الهجمة القوية مش علامة فشل. يعني الهجمة القوية اللي انت بتمر بيها ديت مش علامة فشل. الهجمة ديت زي اختبار مفاجئ، خلي بالك من الجزئية دي. الهجمة زي اختبار مفاجئ، لو انت عديته صح بتاخد خطوة كبيرة لقدام في العلاج. علشان كده في الحلقة ديت انا هديلك خطة طوارئ، وهعلمك خطة طوارئ هي من 5 خطوات ممكن نعديها في 5 دقايق. لكن قبل ما نبدأ مهم نفهم ايه اللي بيحصل في دماغك وقت الهجمة علشان نقدر نطبق الخطوات واحنا فاهمين بنتعامل مع ايه. اول حاجة، ليه بيحصل الهجوم الوسواسي من الاساس؟ دماغك فيه انذار خطر اسمه اللوزة الدماغية، ساعات بيشتغل زيادة عن اللزوم. يبقى اول حاجة لازم نفهم ايه؟ ان دماغنا فيه انذار خطر اسمه ايه؟ اللوزة الدماغية، ساعات بيشتغل ايه؟ زيادة عن اللزوم. لما بتيجي بقى الفكرة المزعجة الانذار ده بيشتغل حتى لو مفيش خطر حقيقي. حتى ايه؟ لو مفيش خطر حقيقي. اللي بيحصل ان جسمك بعديها بيبدأ يفرز هرمونات القلق. لما جسمك يفرز هرمونات القلق اللي بيحصل؟ تزيد ضربات القلب وتشد عضلات جسمك. هنا الوسواس في اللحظات دي بيستغل بقى اللحظة ديت ويقولك ان انت لازم ترد، لازم تأكد، لازم تفكر، وبيترتب عليه الافعال بقى القهرية اللي احنا بنعملها. لما هنفهم بقى ان دي مجرد اشارة خاطئة، في اللحظات ديت انت بتقدر تبدأ تتحكم في الفكرة او في الافكار اللي هي بتيجي في عقلك. علشان كده الخطة الخماسية بالتفصيل هنقولها خطوة خطوة، وهنعرف في كل خطوة هنعمل ايه فيها. اذا طبقناها بشكل كويس هتجيب معانا نتيجة كويسة ان شاء الله. رقم 1 عندنا في الخطة وهي ان لحظة هجوم الفكرة الوسواسية القوية، اول حاجة هنعملها هنوقف الحركة لحظة. وده هيكون ازاي؟ فمثلا لو انت قاعد هتقف، ولو انت واقف هتعكس الموضوع وهنقعد، وهنركز ساعتها على ثبات الجسم. تمام؟ بعديها نجرب تمرين، وهو ان احنا هنحط رجلينا على الارض ونشعر بوزن جسمنا. يعني ممكن لو انا قاعد هنقف واحط رجلي على البلاط واحس بوزن جسمي عليها. ده في حد ذاته بيدي اشارة تهدئة للدماغ. فمثلا لو انت في شغلك او لو انت في البيت بتعمل حاجة وجات فكرة وانت قاعد عايزك تقف فورا وتركز على ملمس الارض تحت رجليك، كده احنا بنعمل ايه؟ بنبعت اشارة تهدئة للدماغ. طيب تاني خطوة، اسمي الفكرة فورا، بمعنى ان اول ما تجيني الفكرة الوسواسية في عقلي وعملت اول خطوة، بعديها مباشرة اسمي الفكرة واقول دوت وسواس، او اقول ديت فكرة دخيلة مش انا، او مش مشاعري اللي انا بحس بيها ديت. لان احنا قلنا قبل كده في حلقات ان انت مش مشاعرك، بل بالعكس انت اللي بتراقب المشاعر والافكار اللي بتدور في عقلك. الفكرة الدخيلة ديت، او لما احنا بنسميها بنقول دي الفكرة الدخيلة، دي زي اعلان مزعج على التلفزيون، انت مش محتاج ترد عليه، وكمان ممكن تقلب القناة لو انت مش عايز تسمعه. فالفكرة الدخيلة دي هنعتبرها ان هي اعلان مزعج، واحنا مش محتاجين نرد عليها في اللحظة ديت. التمرين اللي هتعمله بعد كده في الخطوة رقم 2، وهو انك هتكتب الجملة دي في ورقة وهتشيلها معاك، واول ما تيجي الفكرة هتروح مطلع الورقة وتقرأها وتقول دي الفكرة الوسواسية الدخيلة المزعجة
اللي هي زي الإعلان اللي أنا مش محتاج أرد عليه. خلاص كده احنا سمينا الفكرة. تالت خطوة معانا وهي ركز على التنفس. هنسميها تقنية 4-2-6، بمعنى إن أنت هتاخد شهيق 4 ثواني، هتحبسه جوه الرئة ثانيتين، هتطلع زفير لمدة 6 ثواني. هتكرر عملية التنفس دي وهتكرريها 3 مرات، ونحاول نعد ببطء في اللحظات دي. التنفس البطيء اللي احنا بنعمله دوت بيقلل نشاط مركز القلق في المخ. علشان كده نصيحة، مفروض ان احنا ندرب نفسنا على التنفس قبل النوم علشان يبقى تلقائي وقت الهجمة ما تجيلنا. رابع خطوة معانا وهي حول انتباهك لشيء محدد. يعني مثلا ممكن نمارس تقنية اسمها تقنية ال5 حواس، وهي كالآتي: هتلاحظ مثلا حوالين منك 5 أشياء تشوفها وتسميها. يعني مثلا حوالين منك كده تشوف لي 5 حاجات مختلفة وتذكرهم بصوت عالي. بعديها مباشرة 4 حاجات تلمسها، يعني مثلا تلمس سطح المكتب اللي انت قاعد عليه، او تلمس حتى هدومك، او تمسك اي شيء، بس 4 حاجات ملمسهم مختلف، يعني حاجة خشنة، حاجة ناعمة، وهكذا. تمام. بعديها تركز على 3 أصوات تسمعها، تركز لي على 3 أصوات تسمعهم. بعديها لو قدرت تشم حاجتين مختلفين، يعني مثلا ممكن ريحة النعناع، ممكن برفان معين عندك انت بتحبه. بعديها تتذوق طعم اي شيء، اي حاجة انت بتحب تاكلها حاول تستطعمها. اللي احنا بنعمله دوت بيجبر دماغك يخرج من حلقة الفكرة. بنجبر دماغك ايه؟ يخرج من حلقة الفكرة. فمثلا لو انت في المكتب على مثال، يعني ركز على الوان الاشياء حوالين منك او ملمس الكرسي اللي انت بتكون قاعد فيه. ولو انت قاعدة في بيتك مثلا ممكن تركزي على البطانية او حتى اي فرشة جنب منك، انت تقدري تطبقي التمرين دوت. الخطوة الخامسة والاخيرة، ذكر نفسك بالخطة الطويلة. اللي هي ايه؟ انا عاوزك تقول لنفسك دي موجة وهتعدي وانا بتعالج. يعني انت دلوقتي مثلا في فترة علاج، فبنسميها الخطة الطويلة. عشان كده في الخطوة الخامسة هتقول لنفسك ايه بقى؟ دي موجة وهتعدي وانا بتعالج. الفكرة هنا انك ما تشوفش الموقف اللي هو حصل معاك او الفكرة الوسواسية دي على انها نهاية العالم، بل هي جزء من رحلة التعافي. عشان كده التمرين اللي هتعمله، دون في مذكرتك، ويكون معاك كده اي ورقة او قلم او نوت هتكتب فيها كل مرة طبقت فيها الخطة. يعني انا عاوزك تدون في المذكرة بتاعتك كل مرة ايه طبقت فيها الخطة ديت، وقيم شدة الهجمة قبل وبعد. دوت هيساعدك وهيساعدك ان انت تشوفي نفسك بتتقدمي ولا لا. في النهاية عاوز اقول لكم ان افتكروا ان كل مرة بتعدوا فيها الهجمة الوسواسية انتوا كده بتضعفوا الوسواس اكتر. حتى لو حسيتوا انكم لسه بتتأثروا بالافكار ديت، عاوزكم تقارنوا قبل كده بشهر وشوفوا انتوا دلوقتي بعد مثلا ما عملتوا التمرين ده اكتر من مرة، هتلاحظوا الفارق ما بينهم. لابد برضو نفهم ان العلاج مش سباق سرعة، هو سباق صبر واستمرارية. عشان كده وجهة نظري طبقوا الخطوات اللي فاتت ديت وشوفوا مدى النتيجة بتاعتها، لكن بعد فترة من التطبيق، عشان ما يجيش واحد يقول لي ده انا طبقته وما جابتش نتيجة. اي حاجة في الدنيا محتاجة استمرارية ومحتاجة ان انت تنتظم، وبعد كده النتيجة بتظهر لوحدها. بكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، اتمنى انها تكون مفيدة، وفي النهاية اتمنى يا رب الشفاء للجميع، ودمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.